أن أسأل البعض يعيب على المغرب الآن غيابه عن الكثير من المحافل الدولية واللقاءات السياسية الكبرى والملتقيات الدبلوماسية. كيف نفسر نحن هذا الأمر؟ حسنا، تغييب المغرب يأتي لسببين: لغيابه أصلا ولتغييبه. هناك غياب وتغييب. نعم، غياب وتغييب. الغياب هو أصلا لأن الدبلوماسية المغربية لا وجود لها، ولو أنني أتحدث سأستعمل مفردات الدبلوماسية لضرورة الحوار. هي غائبة أصلا لأنها منذ استقلال المغرب لم تقم بأي شيء. ولو أخذنا ماذا قامت به هذه العلبة السوداء من نتائج لكي يتم تشخيصها والحكم عليها، بماذا تمت هذه الدبلوماسية؟ تمت بقضية الصحراء، تمت بمناداة على المستثمرين الأجانب لكي يستثمروا في المغرب. بماذا أتت؟ لم تأتي بأي شيء. منذ استقلال المغرب إلى يومنا هذا يمكن أن نأتي أن نستدعي ممثل عن الدبلوماسية المغربية لكي يسرد لنا ماذا قامت به الدبلوماسية، سنجد أنها لم تقم بأي شيء. قضية الصحراء قد خسرناها، لا داعي لأن نقول أنها هنالك حل، وأن قضية الصحراء النفوذ الكبير للمغرب الآن في المناطق الإفريقية لا يدخل في إطار ربما المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية. هذه مسائل صورية. الدبلوماسية المغربية تستعمل أساليب قديمة جدا، وهي الكاميرات والصور واستدعاء بعض سفراء الدول المرتشون. لا، حتى زيارات للملك محمد السادس إلى بعض الدول الإفريقية من أجل ترسيخ هذا البعد المغربي في العمق الإفريقي. لا يعطي هذا صورة حسنة للمغرب، لأن أي شخص له المال ويريد أن يستثمر في هذه الدول الإفريقية يمكنه الذهاب لها واستثمار نفس المسائل، في حين أنه تغييب المغرب على الصعيد الدولي هو ناتج كما قلت لسببين: غياب داخلي وغياب خارجي. لأن الدبلوماسية المغربية اشتغلت على سياسة إرشاء أشخاص أجانب. الدبلوماسية المغربية لم تتعامل قط مع الدول الأجنبية كأنها دول. ليست لديها أدلة على هذا الأمر سيد أديب. يعني لا، هناك كتاب لو روا بريداتور، وهناك كتاب لو ديرني روا كريبوسكول دون ديناستي، وهناك كتب جديدة. وهذه الدبلوماسية لم ترفع دعوى ضد كتاب هذه الكتب التي المغربية. المغرب يظن أن الصحراء مغربية، وأن جميع الذين يتفاوضون باسمه يستعملون مفردات الصحراء المغربية، ويظنون أن كل من يتفاوض في ملف الصحراء هم مؤمنون بمغربية الصحراء، في حين نجد أن القرارات الأممية تتحدث عن الصحراء الغربية وعن الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أنه نقطة الله يخليك باش باختصار، لأن حتى أوفي سيد حقها أيضا. كيف لهذه الدبلوماسية التي تقمع الحقوقيين المغاربة وتقمع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جميع أنشطتها، وتقمع أيضا الحقوقيين الأجانب الذين يذهبون إلى المغرب، تقمعهم. كيف يمكنها أن تقنع المجتمع الدولي وتكون عندها يعني مرة أخرى لو سمحت، من جهة أخرى دبلوماسية المغرب بانت عن ضعفها انطلاقا من تناقضها، وهو في محاولة دفاع عن مغربية الصحراء سقطت في الفخ بعدما تم تدويل مشكلة الصحراء إلى وخضوع المغرب لأجندة الأمم المتحدة وإعطاء لجبهة البوليزاريو صلاحية دبلوماسية لمدة أكثر من 40 سنة. فهذه التناقضات يعني هي التي تعطي للمغرب رصاصة في الرجل، فيحاول بطرق بمقاربة فرنسية كما قلتم معالجة أشياء أصبح اليوم العالم معولم. أصبحت المقاربة الأنجلو ساكسونية الأكثر نجاعة، وهي المقاربة التي تهتم على الاقتصاد والأمن. ففي هذه الناحية المغرب قد سجل بعض النقاط، ولكن وأيضا أشاطر أخي حينما قال أن الدبلوماسية في المغرب ليست مديمقراطية، ليس هناك ديمقراطية. الشعب لا يلج إلى صناعة القرار الدبلوماسي. فكل ما نعرف على ما يعني ثمة احتكار. هذا الدبلوماسية الخارجية في المغرب هي تشتغل لقضاء مصالح شخصية للملك ولعائلة الملك، وكما ذكر في العديد من الكتب. الشخصية هنا سفير المغربي في فرنسا، والقنصل المغربي في فرنسا، والسفير في أمريكا، والقنصل، وهم يقضون حاجات شخصية للملك، لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي ولا علاقة لهم بالتفكير حتى في المنطقة. أنا أظن أنه لا يمكن لأي أحد أن يتكلم على كيف تشتغل الدبلوماسية في المغرب إذا كانت هناك دبلوماسية. لا أحد يستطيع، لأنها علبة سوداء يتحكم فيها الملك وليس القصر وليس. أشكركم جزيلا. بناء تعاقد جديد مع المشرفين على الدبلوماسية، وأن المجتمع الذي يعتقد الجمعية المغربية لحقوق
حقوق الانسان تعتقل اعضاء الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان يتم اعتقالهم. كيف يمكن لهم ان يتدخلوا في الدبلوماسيه وهم لا يستطيعون الدفاع على ابسط الاشياء؟ ان تجدد اساليبها في العمل على كل شكر جزيل لكم السيد يوسف.